الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم درنا واحد الاكله اللي ساهله ماهله وما كتاخذش معنا بزاف ديال الوقت ورخيصه في نفس الوقت. درناها ديال البيض وغادي تكتشفوا معايا الوصفه. لا كملتوا الفيديو بلا ما نزيد نطول عليكم، نخليكم مع هذه الوصفه اللي سريعه وسهله في التحضير، فرجه ممتعه. اول حاجه غادي ناخذ مقلاة، غادي ندير فيها ملعقه كبيره ديال الزيت، وغادي ندير تقريبا واحد 2 ريوس ديال الثوم نديروهم يتقلاو لينا مع هذا الزيت. صافي فاش كتقلى لينا البسله غادي نزيدو 2 مطيشات اللي محكوكين كنزيدوهم للخليط. وبالنسبه للتوابل اللي غادي نزيد معاهم نص ملعقه صغيره الملح، ربع ملعقه صغيره بزار، ملعقه صغيره تحميره او البابريكا، وملعقه صغيره ديال الزعتر اللي غادي نسمو بها. غادي نجهد شويه النار باش دغيا تشرب لينا هاد المطيشه اولا هاد لاصوص. باش كتشرب لينا لاصوص بحال هكا غادي نسلقوا البيض وغادي نقسموه على 2 وغادي نبداو نديرو فوق هاد لاصوص. نقصوا النار شويه ونبداو نحطوا البيض ديالنا بهذا الشكل. فاش كنديروا البيض بهذا الشكل كنديروا فوقو الفرماج، سواء الموتزاريلا سواء الفرماج الحمر على حسب الذوق ديالكم. هاد الاكله كتجيني ساهله بزاف، حتى الا كنتو خارجين وما كاينش الوقت باش تصايبوا العشاء هاد الاكله دغيا كتوجد. صافي ما بقى لينا دابا غير نغطيو على المقله ديالنا ونخليو هذاك الفرماج غادي يذوب غير بالصهد ديالها. اما نديرو نار مهيله بزاف، الا بانت لينا لاصوص شربات من الاحسن نطفيو على النار ونسدو بشي غطاء حتى يذوب لينا الفرماج ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال المقيله ديالنا. نتمنى تعجبكم، كتجينا معلكه ورائعه وسهله بزاف في التحضير، سريعه وسهله. الا كنتو اول مره كتشاهدوا الفيديو ما تنسونيش من لايك وضغطوا على زر الاشتراك باش يجيكم دائما جديد الوصفات ديالي. الى الملتقى ان شاء الله.